الكابتن عبد الرزاق حمد الله، كابتن مبروكين الفوز اداء ونتيجه ورقم كبير ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أريد أن أشكر جميع اللاعبين على هذه المقابلة اللي حقيقة ما كانتش سهلة، خصوصا بعد طرد اللاعب ياسر، واضطرينا أننا نلعب بواحد روح قتالية ونحاولوا نكثفوا المجهودات باش نحافظوا على النتيجة، والحمد لله هذا الشيء اللي تحصلنا عليه وهذا دافع يخلينا أننا نحضروا جيدا لنصف النهائي إن شاء الله. كابتن، بعد الاربعه بغض النظر عن موضوع الطرد كان فريق الموصل قادر على العوده وكان قريب ممكن انه يعود. شو اسباب ممكن هل كان في تراخي من قبل لاعبين الجيش بحكم انه خلاص اربعه؟ وهو في الحقيقة يعني الله أعلم، يعني بعد الأربعة كنا ممكن نسجلوا 5 أو 6، لكن الطرد هو اللي غير مجريات المباراة واستطاع فريق أمستال يسجل هدفين. ولكن الحمد لله كنحيي روح جميع اللاعبين وكنشكرهم، والحمد لله على هذا الفوز هذا. كابتن، اخبار الاجواء داخل غرفه الملابس؟ هي جد رائعة، وإحنا الحمد لله هدفنا نصف نهائي وإن شاء الله النهائي. بعد المباراه كان في شد بين اللاعبين في غرفه الملابس الحين؟ لا لا، لم يكن هناك أي شد. بس في معلومات وصلتنا ان كان في شد بين اللاعبين او كان فيه نوع من الهوشه داخل غرفه الملابس. ربما لم أكن في الغرفة أنا. يعني المعلومات اللي وصلتك يعني ربما خاطئة. يعني قلت لك أنا كنت في الغرفة، عيني لم ترى أي شيء، والله أعلم. خير إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية كابتن.